تعرف ازاي الناس بتخلص شغلها بسرعة وتلعب؟ مش سحر، دي حيلة ذكية هنكشفها النهاردة في سكن. هنتعلم مع بعض ازاي تعمل 100% من مهامك في نص الوقت من غير ما تتحول لروبوت. الخطوة الأولى: شيل الحاجات اللي بتلهيك. لو اجتماع طوله ساعتين ومحتواه كلام في الهوا، قول أنا هاخد بالي من بره وارجع لشغلك. والإيميلات اللي بتقول رد ضروري، مفيش فيها ضرورة، سيبها لآخر اليوم وهتكتشف إن 70% منها مش مفيدة. الخطوة التانية: 90 دقيقة تركيز. مش هنقولك شفت، هنقولك جوك الحلو. أول حاجة: شغل موبايلك على وضع الطيران. تاني حاجة: قول لزميلك دلوقتي مخي مش شغال غير في حاجة واحدة. تالت حاجة: اشتغل في المهمة الصعبة كأنك بتلعب بابجي لغاية ما تكسب. الراحة بعديها ب20 دقيقة، مش عشان تنام، عشان تغسل وشك أو تعمل شاي أو حتى تشوف حد بتحبه عامل ايه في الفيسبوك. الخطوة التالتة: 20% اللي بيعملوا 80% من النتيجة. دي مش رياضيات، دي معادلة سحرية. اسأل نفسك قبل ما تبدأ: ايه الحاجة الوحيدة اللي لو عملتها النهاردة هروح البيت وانا مبسوط؟ ركز عليها كأنك أخدت آخر قطعة بطاطس في الطبق. جرب بكرة الحيلة التانية وقولنا في الكومنتات في 90 دقيقة أنجزت قد ايه من شغلك. وما تنساش تشترك في القناة عشان نوصل لأشخاص أكتر والإفادة توصل لناس أكتر، ودوس على الجرس عشان الفيديو الجاي هنقولك ازاي تحافظ على هدوءك حتى لو الدنيا مقلوبة حواليك. وخليك فاكر، الإنتاج الحقيقي مش في طول الساعات، بس في الرشاقة الذهنية اللي بتخليك تشتغل بذكاء وتضحك بقلبك.